عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوان عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا كلنا عارفين بعد كل صفقة من صفقات النادي الاهلي في بعض الناس وبعض الاشخاص الجمال المحترمين اللي بيحبوا النادي الاهلي بيزعلوا جدا. زي مين؟ زي خالد الغندور. كابتن خالد الغندور من الناس المحترمين جدا اللي لما يسمع ان النادي الاهلي عمل صفقات جديدة يعني بيكون سعيد ومبسوط. طبعا انتوا عارفين انه سعيد ومبسوط طبعا بصفقات النادي الاهلي الجديده، وعشان كده بيحصل بعض الجنان الجميل وبعض الفرح الكتير، وبيطرح تساؤلات بعد صفقه او صفقتين او بعض صفقات النادي الاهلي، خصوصا الصفقات ديت لو جايه من دوريات اوروبيه. بعد صفقات النادي الاهلي خالد غندور بيطرح تساؤلا مثيرا للجدل. طرح الاعلامي الكبير خالد غندور تساؤلا حول صفقات النادي الاهلي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. وكتب خالد الغندور ما هو السبب، السؤال بتاعه اللي هو حطه على الفيسبوك او اللي طرحه على الفيسبوك: ما هو السبب الذي يجعل لاعب يلعب في اوروبا في احدى الدوريات الكبرى او محطة يعود للعب في افريقيا؟ هل المادة ام عدم التأقلم ام المستوى وقلة العروض في القارة العجوز؟ وهل العودة هي عودة للوراء او ام بداية جديدة حتى لو في مستوى اقل؟ طبعا نحب نرد على الكابتن الكبير خالد غندور ونقول له ان العودة للنادي الاهلي اي لاعب مهما كان يعود للنادي الاهلي بتكون عودة حميدة وعودة جيدة وعودة للامام وليست عودة للخلف. ما هو انت لما ترجع من دوري اوروبي او من اي دوري خارج القارة الافريقية لاي نادي اي مكان بتكون عودة مش كويسة. لكن لما انت ترجع لنادي كبير زي النادي الاهلي اكيد بتبقى صفقة يعني كبيرة جدا للشخص ده، او يعني بتكون يعني عودة حميدة وعودة للأمام ليست عودة للوراء. وفي ناس كتير جدا ولاعيبة كتير جات النادي الأهلي ومستواها رجع. شفنا رمضان صبحي لما رجع النادي الأهلي شوف مستواه وصل فين، ولما ساب النادي الأهلي ايه اللي حصل معاه. شفنا بيرستاو لما ساب الدوري الإنجليزي وجاء للدوري المصري في النادي الأهلي شفنا وصل لفين وراح لفين مع النادي الاهلي، بطولات وانجازات ولمعان ونجوميه لبيرستاو. شفنا لعيبه كتار جول النادي الاهلي سواء من داخل القاره السمراء او من خارج القاره السمراء مستواهم راح في حته تانية. طبعا حد هيقول لي اللاعب الفرنساوي اللي هو موديست، اقول لك موديست جاي النادي الاهلي مشطب حاجتين: مشطب لعب ومشطب نقول ايه كمان طموح. لكن الصفقات الجديدة زي محمد بن رمضان اللي اقترب مسؤول النادي الاهلي من حسم صفقة محمد بن رمضان لاعب نادي بيلعب في النادي المجري ليكون ثالث صفقات الاهلي في الميركاتو الصيفي 2024، ودخل النادي الاهلي في مفاوضات جادة وقوية مع محمد بن رمضان بسبب تمسك السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق النادي الاهلي بضم اللاعب لتعويض رحيل المالي اليو ديانج. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.